بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة مستر شيف سامح. إن شاء الله النهاردة هنقدم مع بعض طريقة اللحمة بالخلطة المميزة. لحمة بلدي. طريقة تسويتها إن شاء الله والكمية وإيه هي الخلطة اللي هتتحط إن شاء الله. تابعونا لآخر الفيديو ونقول مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة معايا كمية 80 كيلو لحمة عجالي، كان عجل مذبوح. معايا 80 كيلو من اللحم. طبعا اللحمة أول ما تتذبح يا جماعة لازم تتفرد على ملاية أو على حاجة كده، ونشغل عليها المراوح عشان اللحمة معايا وتكون مفرودة على ملاية أو حاجة عشان اللحمة تتهوى معايا. لازم حاجة مهمة جدا، طعم اللحمة بيفرق جدا لما اللحمة تتهوى ونفتح عليها المروحة وتبات كمان. بتكون طعم غير ما يعني تتذبح وتطبخ في نفس الوقت. يعني اللحمة البايتة بالذات وما مفتوح لها مراوح بتكون طعمها غير طبعا. بنجيب اللحمة بعد كده، بعد ما هوينا عليها ليلة كاملة، بنبدأ نقطعها يعني كيلوات. بنقطع اللحمة كيلو تقريبا، كيلو كده او كيلو ونص، عشان طبعا بعد ما تستوي نبدأ نشكلها تاني. طبعا اللحمة يعني كل حاجة بتستوي لوحدها. يعني لو مثلا ضلوع بتستوي لوحدها، الفخاذ بتستوي لوحدها، عشان كل حاجة بتاخد سوا لوحدها. زي ما قلنا المعلومة المهمة ان اللحمة طعمها بيتغير او طعمها بيكون احسن لو باتت تحت المروحة. لذلك لما نروح للجزار بنجيب اللحمة اللي معلقها بره في الهواء، ولحمة بتكون ناشفة كده، طبعا بتكون طعمها مختلف. بعد ما قطعنا اللحمة زي ما قلنا كيلوات او كيلو ونص، القطعة كيلو ونص او كيلوات كده، نبدأ نجيب المية بتغلي معايا. المية بتكون بتغلي، وادي اللحمة على طول بنغسلها غسلتين كده، وعلى طول على الحلة. زي ما قلنا اللحمة ما تنتقعش في المية فترة كبيرة، ما تتحطش عليها خل. طبعا ديت لحمة بلدي، فمش هنضطر ان احنا نحط خل ولا حاجة. على طول بس شطفة صغيرة بالمية، والمية عمالة تغلي عشان اول ما اللحمة تنزل معايا تعمل صدمة وتحتفظ بالعصارة الداخلية. طبعا اما لو حطينا المية في مية ساقعة، اللحمة في مية ساقعة، طبعا هتعمل ريم معايا وطعمها مش هيكون ظريف يعني. فلازم المية تكون بتقلب معايا، نتأكد المية بتغلي معانا زي كل مرة بنقولها، عشان أول ما اللحمة بتنزل بتسد المسام بتاعة اللحمة وتحتفظ بالعصارة الداخلية بتاعة اللحمة، وما تعملش معايا ريم كتير، وما تعملش معايا زفارة. بننزل كمية اللحمة كلها. احنا قلنا النهاردة معايا 80 كيلو لحمة. بننزل كمية اللحمة في الحلة، والنار طبعا شغالة شديدة. وطبعا أول ما بننزل اللحمة المية بتبطل فوران، عشان نزل عليها حاجة ساقعة يعني، فبعد كده بتبدأ تغلي تاني. بننزل الكمية كلها ونصفي المية كويس، ونبدأ نجهز الخلطة. بس طبعا الأول نتأكد تاخد فورة معايا وتطلع الريم، نطلع ريمة كده، نبدأ نشيل الريمة دي كلها. وبعد كده بنحط الخلطة بتاعتنا. بنغطي الحلة دلوقتي ونسيبها لحد لما تغلي معايا. زي ما قلنا هتطلع ريمة على الوش، بنشيل الريمة الأول، وبعد كده نبدأ نضيف الخلطة معايا النهاردة. زي ما قلنا طماطم وفلفل ألوان وبصل. طماطم وفلفل وبصل، وطبعا لو في قرون فلفل حراقة كده بتدي طعم جميل. بعد كده بعد ما شلنا الريمة زي ما قلنا، نبدأ نضيف البهارات. معايا ورق لورا وفلفل أسمر وكمون، وطبعا بقية المكونات. ومعايا بهار لحمة. وبنضيف المكونات كلها. طبعا المكونات بنحطها في الآخر، وشوية حبهان، وطبعا عودين قرفة لو موجودين. وبنغطي عليها ونسيبها لحد لما تستوي. طبعا لما تستوي ما نطلعهاش على طول، بنسيبها شوية. شايفين اللحم بعد ما استوت سيبناها حوالي عن ربع ساعة او نص ساعة في الشوربة.
تشرب من طعم الشوربة. بعد كده نبدأ نطلعها. اللحمة كده استوت 100%، وطبعا لسه لما تبرد هنقطعها تاني. يبقى هي الفكرة ان احنا قطعناها كيلوات او كيلو ونص القطعة، عشان بعد لما تستوي بتكون اسهل في التشكيل. بنقطعها طبعا طرنشات او اللي بنشكلها زي ما احنا عايزين. على طول معايا صاج. في الصيجان طبعا نبدأ نطلع اللحمة عشان ما تتهريش وتتهوى. شايفين بنهوي اللحمة في الصيجان كده، ما نكتمهاش على بعض، عشان لو كتبناها بتعمل ريحة طبعا. فبنسيب اللحمة معايا في الصاج اهيت. اول ما تطلع تتهوى معايا اللحمة، واول ما تتهوى معايا على طول بنحط عليها ورق فويل عشان اللحمة ما تسمرش مننا وتتعرض لعوامل هي اللي نخلي اللحمة تسمر. فأهم حاجة أول ما تطلع وتهدى شوية كده من الحرارة بتاعتها بنغطيها على طول بورق فويل عشان اللحمة تفضل لونها أحمر جميل وما تسودش أو تغير لونها معايا. ادي اللحمة شايفين، ادي الكمية كلها بتطلع. ونبدأ بنحطها في صجان كبيرة، أو طبعا لو في ترابيزة نظيفة كبيرة كده بنبدأ بنحطها على ترابيزة كبيرة ونسيبها تتهوى. وأول ما تهوي معلومة أهم حاجة نبدأ بنحط عليها ورق فويل ونغطيها عشان زي ما قلنا ما تسمرش مننا. وأول ما طبعا تبرد نبدأ نقطعها ونشكلها بالقطع اللي احنا عايزينها، سواء كانت كبيرة ومتوسطة. كل حاجة طبعا تشكيل بيكون في ايدينا احنا. ادي اللحمة بعد ما بردت معايا اهيت الصجان. بنبدأ هنغطيها دلوقتي بورق فويل، وعلى طول نبدأ بعد ما تستوي بعد ما تبرد بنبدأ نقطعها. طبعا تحية كبيرة للشيف كرم شعبان، منورنا طبعا على طول. راجل صنايعي، راجل من الدرجة الأولى يعني. ألف ربنا يا رب يبارك في عمره وفي أولاده. نبدأ نقطع اللحمة زي ما قلنا انواب ونرصها في صاج. طبعا صاج بورق فويل كده. نبدأ نرص اللحمة زي ما قلنا التشكيل اللحمة أو قطع اللحمة حسب ما صاحب الفرح هو بيطلب. إن كان اللحمة الكيلو يمشي على 6 على 5 على 8 طبعا هو بيقول، واحنا طبعا زي ما الزبون بيطلب احنا بنعمل. شايفين اللحمة بعد ما تستوي نبدأ نشكلها، بتكون أسهل في التقطيع وهي نية. يعني هي كده مستوية 100%، ونسيبناها تبرد خالص. بعد ما بردت على طول بتتقطع وتتشكل معانا بطريقة سهلة جدا. بنرص طبعا المكونات دي كلها جنب بعض، وأول ما بنخلص الكمية كلها نبدأ نجهز الخلطة بتاعتنا اللي هتحط على الوش. وشايفين اللحمة كل ما تبرد معايا كل ما بتكون سهلة في التشكيل، وبالذات لو اتقطعت موز. يعني واحنا بنقطع اللحمة نحاول نموزها. يعني نموزها يعني بنخليها زي قطع طولية زي ما القطعة اللي معانا ديت كده بنقطعها، وبتكون اسهل طبعا في التقطيع. بنشكلها زي ما احنا عايزين ونرص الحاجات دي كلها في الصاج. وعلى طول زي ما قلنا برضو اول ما نقطع اللحمة ديت بنغطيها بورق فويل تاني. يعني بعد ما تتشكل كده كمان ما بنسيبهاش كده في الهواء، بنغطيها عشان طبعا زي ما قلنا ما تغيرش لونها. يعني بعد ما نقطع دي كلها كده الصاج يخلص على طول بورق الفويل عليها من فوق، بتفضل محتفظة باللون بتاعها اللي هو اللون الابيض الجميل ده، وما تغمقش مننا. بعد كده بنجهز الخلطة معايا. الخلطة معايا عبارة عن طماطم متسبكة على النار، ونبدأ نحط دبس رمان. ده دبس رمان كده، بنحط شوية دبس رمان بتدي مزازة في اللحمة جميلة جدا. وطبعا واخدة بهاراتها فلفل أسمر وكمون وشطة وبهار لحمة وجوز الطيب وحبهان. واخدة المكونات كلها وملح طبعا. وادي التسبيكة بتاعت اللحمة. بس التسبيكة دي يا جماعة من غير بصل ولا توم ولا أي حاجة. يعني هي طماطم بس متسبكة عليها بهاراتها من غير بصل ولا توم ولا أي حاجة زي ما قلنا كده.
تفضل على النار لحد لما تستوي. هي واخدة بس زيت، واخدة زيت وسمنة وطماطم فقط. وبعد كده البهارات بتاعتها، ونسيبها على النار لحد لما تتسبك معانا. وعلى على طول شايفين الصاج اهوت، نبدأ نرش الصاج بالخلطة ديت، ويكون الفرن معايا طبعا شغال على درجة حرارة عالية، ونبدأ ندخل الفرن. طبعا لو عايزينها تكون جوسي شوية، بنضيف شوية شوربة في قعر الصاج عشان تاخد وتدي من تتبيلة اللحمة ديت. طبعا هنعمل تتبيلات مختلفة في كل حلقة، بنعمل تتبيلة مميزة أو تتبيلة مختلفة عشان طبعا نفيد حضراتكم. وديت كان شكل اللحمة، ودي كان فيديو النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. يا ريت اللي شاف الفيديو ما ينسناش من لايك والشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.